تكلم لا تقاطعون. ولا حد يكلم، ولا حد يقاطع، ما حد بيقاطع. تكلم. انا قلت برسل رسالتي لليهود. نعم. اقول لهم بس انا طلبت ان تترجم وترسل اليهم. انه لا تترجم بالعبري. تترجم بالعبري، القناه نعم. ترجمها اعاده البث الثاني تطلع مترجمه بالعبري مشان تصل رساله. اذا ان شاء الله ان شاء الله. اقول لليهود انه انتم يعني ما عرفتم طبيعه الشعب اليمني. ولا درستم خصائصه. ولا عرفتم طبيعته. الشعب اليمني هو شعب يعني اصلا حتى انتم ما عرفتوا تاريخ انفسكم اصلا. يعني هم حتى يغلطوا انفسهم بالتاريخ. ولا اصلهم يعني ما عرفوا اصلهم حتى ان اصلهم من اليمن. اصلهم اليهود من اليمن. يعني هم يعني لا يبتعدوا عن اليمنيين، يعني انهم ما بيهزموش اليمنيين، ان اليمنيين قد يكونوا هم من بيهزم اليهود. لماذا؟ لان فيه من اليمنيين من كانوا يعني يهود، لانهم كانوا هم اليهود واليمنيين في اليمن مع بعض قبل هجرتهم نحو الشمال، قبل هجرتهم الى اوروبا، قبل هجرتهم الى، وانه احنا نعرف انه انتم يعني اصلكم اليمن، وفي اليمن الان من اصول انتم من اصل يمني، ويمني من اصل يهودي. الان انتم ما بتهزموش اليمنيين، لان في اليمنيين اغلبهم كانوا يهود واسلموا، ولا زالت دينتهم وعرقهم هو الذي بيقضي عليكم، لان لا يكسر الحجر الا اختها. هذا كلام يجب ان يصل الى اليهود ويفهموه. لحظه خلينا نوضح للناس. دحين اليهود هؤلاء كلهم اصلهم يمنيين. كلهم الشرقي شرقي والله. لا الشرقيين. اسمعوا، انا هذا كلامي، انا هذا رايي، انا اللي دارس التاريخ. انا دارس التاريخ. والذي يدعي على دراسة التاريخ شوفوا اسمها لا يسمعوك يا سلطان. ربيعي. لحظة خلني اوصل اكمل كلامي. خلي كمل خبره. اكمل كلامي اختمه ولا انا ما بتكلم؟ لا تكلم. انه اليهود من اصل يمني. وهم يعني وطنهم الاصلي ما هي في فلسطين، ولا هي، وهم يدعون ان ارض فلسطين غير ارضهم، انها ارضهم وهي ليست ارضهم. ماشي لهم في فلسطين حق، ولا لهم في حق في اي مكان في العالم. تمام. انهم لا يجهلوا اليمنيين، وانه يدخلوا مع حرب مع اليمنيين بيقضي عليهم اليمنيين. لماذا يقضي عليهم؟ لان في اليمنيين عرق واصاله من اليهود بيقرح عرقهم ويقضي عليهم. ضروري ان اليهود يبتعدوا عن اليمنيين، يتركوا اليمنيين ويبتعدوا عن العرب. لا يتركوا اليمنيين، هم بيسدوا بينهم البين. اليمنيين هم بيسدوا بينهم. احنا نعرف ان اليهود يعني دائما